النهارده ان شاء الله هناخد شروط القبول في مدارس التمريض العادية وايه هي الاوراق المطلوبة. يلا نشوف مع بعض شروط القبول في مدارس التمريض. اول حاجة طبعا يكون مصري الجنسية. تاني حاجة الا يقل العمر عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 سنة. تالت حاجة عدم الزواج اثناء فترة الدراسة. رابع حاجة اجتياز اختبار القبول، وده انا عامله له فيديو منفصل هسيبها لكم في رابط الوصف. خامس حاجة الحصول على الحد الأدنى للقبول، يعني حسب المحافظة اللي انت فيها يا ترى المدرسة دي الحد الأدنى للقبول كان كام، لازم تتأكد من الدرجة دي. سادس حاجة حسن سير وسلوك. سابع حاجة حاصل على الشهادة الإعدادية من المحافظة المتقدم ليها، يعني أنا مثلا من محافظة معينة فلازم أقدم في المحافظة دي، ما ينفعش أروح محافظة تانية عشان مثلا الحد الأدنى للقبول كان أقل. طيب بيعرفوها منين؟ بيعرفوها من البطاقة بتاعتك أو من بطاقة ولي الأمر لو أنت لسه ما طلعتش بطاقة. بالنسبة للأوراق المطلوبة هسيبها لكم في آخر الفيديو. بالتوفيق.